انا مسؤول عن ايه؟ ان انا اخليهم يصلوا. انا مسؤول عن التذكير، ان انا افكره، وان انا اسهل له الطرق للصلاه. يعني هنقول ان احنا في الشتاء والجو ساقع، اخليه يشغل السخان وهو بيتوضا، اجيب له جاكيت تقيل ينزل يصلي في المسجد عشان الجو ساقع. اعمل كل السبل المتاحه ان هو يقدر يصلي مستريح. طيب، هنفترض ان ابني بعد ده كله ما صلاش، هطلع من تحت بص يا ابني ويا حيوان واقعد اشتري شويه، انت ما صليتش والصلاه هتروح منك وهتخش النار ده اللي بيحصل حاليا، ده اللي بيحصل واقعيا. انا مجرد مطلوب مني التذكير، فذكر انما انت مذكر. على فكره انت الصلاه خلاص ميعاد العشاء هتاذن وانت لسه ما صليتش المغرب، انا بفكرك ان المغرب لسه ما اذنتش، وهكذا. هو هيتكسف منك لما يلاقيك ما بتهزقوش. غير الحل الثاني ان انت صليت، هيقول لك خلصت، انت متاكد انه ما صلوش، هتبقى دخلت في حاجه من اثنين، يا هترد عليه تقول له لا ما صليتش والله العظيم صليت، هتلاقي نفسك وصلته ان هو بالكذب يقدر يخرج من المشكله. فانت بتزرع فيه الكذب من غير ما تقصد، يعني انت واخد بالك انت بتعمل ايه؟ انت خليته يكذب، خليته يتهرب من الصلاه، عارف ان الكذب هي الطريقه السليمه ان انت تقدر تخرج بيها من الكلام ده كله. انت بتزرع فيه حاجات انت مش واخد بالك منها، بتكون النتيجه في الاخر خالص اللي احنا بنشوفه دلوقتي، الشباب مش عايز يصلي، او تقيل على قلبه الصلاه، او بيكره الصلاه، او كل الكلام ده بسببنا احنا. فحابب ان انا اهدي اولياء الامور شويه على اولادهم، وبالذات في رمضان. ابني مش قادر ينزل يصلي التراويح وانا عايزه بالعافيه ينزل يصلي التراويح. واحد ابنه في خمسه ابتدائي وبيشتكي لي ان ابنه ما بيصليش الثمان ركعات كلهم، قلت له انا ساعات ما بقدرش اصليهم، علمه يقعد شويه، هات له كيس شيبسي ياكله بين الصلوات، هات له كوبايه عصير يشربها بين الصلوات، مش حرام على فكره، ده حلو. خد ازازه ميه يوزعها على المصلين، مش لازم كله صلاه. ركز على اولويات، ما تضغطش على اولادك، علمه بالراحه باللين.